السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء احمد ودي قناتي. ان شاء الله النهاردة هنعمل الكبد والقوانص، وهنعمل الكبدة البلدي بطريقة مميزة جدا وهتعجبكم. وما شاء الله طعمها جميل، ويتاكل معاها مكرونة وتعمل سندوتشات. الكبدة اللي احنا بنشتريها من بره واحلى كمان من بره. اتبعوا الطريقة وتابعوا الفيديو للاخر، وهتلاقوا فيه حركات وتكات جميلة جدا. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا حبايب قلبي نخش الفيديو ونشوف احنا عملناهم ازاي بطريقة مميزة وطعم روعة. أول حاجة معايا هنعمل معاكم كبدة الفراخ، ولا هسلقها ولا هعملها أي حاجة. جبت الكبدة قطعتها، طبعا غسلينها غسلة حلوة ونقعينها كويس ومصفينها، ضروري جدا انك تصفيها. وطبعا رشينا عليها شوية كمون كده وشوية فلفل اسمر، والتتبيلة بتاعتنا توم، وقلبتهم مع بعض وحطيتهم في مصفى، نزلت المية اللي فيها كلها. معانا فلفل الوان، ومعانا هرسة شطة، ومعانا توم. هنجيب الاول نسخن الصينية كويس، وبعد كده ننزل بزيت طعمه يكون حلو، بلاش زيت التموين عشان بيبقى له ريحة وهيديكي طعم في الكبدة. بعد طبعا ما الزيت سخن معانا خالص، هننزل بالكبدة بتاعتنا، وما تقلبيش هي لغاية لما تاخد الصدمة بتاعتها. قلبي. كبد الفراخ والقوانص انا بسويهم مع بعض وبيستووا ما شاء الله. تابعي بس الطريقة وهي هتعجبك وهتقومي تعمليها حالا. بعد ما خدت الصدمة بتاعتنا كويس، رحنا مقلبين بقى. هتقلبي بقى والعين النار عالية، نار البوتاجاز عالية معاكي، ما توطيش دلوقتي في الوقت ده. احزنك بتقليها في شوية زيت حلوين كده. هننزل بقى بتوم مفروم، انا مجهزاه عليها ريسة شطة وفلفل اخضر. بالطريقة دي ان شاء الله هبقى اعمل فيديو مخصوص، وهذا هخليكم تعملوا التوم زي ما بعمل. معانا البهارات بابريكا وفلفل وشطة وتوم بودر وبصل بودر والكمون والفلفل الأسمر أهم حاجة، وبهارات من بهارات الكبدة هتلاقيها موجودة عند العطار. هننزل كده بالبهارات بتاعتنا. مش هقول لكم الريحة بصراحة طالعة ايه، مش طالعة خالص ريحة كبد الفراخ بتاعتنا اللي انتم متعودين عليه. مش لازم تسلقي علشان تقولي الزفارة ومش الزفارة. عصرة الليمون اللي انا حطيتها دي هتمنع عنك عن الكبدة اللي انت هتاكليها الزفارة، وهتمنع عنها اي حاجة او ريحة مش عاجباكي. وشوية خل صغيرين معاهم. بس انا بصراحة عصرت عصرة ليمونة على الكبدة كده ووزعتها في الصينية معاكم كده. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد. طبعا زي ما قلتلك انا نزلت بشوية مية صغيرين كده. كل ما احس ان الزيت بتاعنا هينشف والكبدة هتلزق، تزودي شوية مية صغيرين شوية بشوية كده. في الاخر خالص هنزل بالفلفل بتاعنا، فلفل الوان فلفل اخضر المتوفر عندك، وحطيت معلقة هريسة شطة بتديها حرارة سبايسي جميلة جدا روعة. دي كبد الفراخ اللي احنا بنحضرها معاكم بالطريقة دي. يلا نخش بقى على الكبدة بتاعتنا، الكبدة البلدي. هننزل بردك طاسة على النار ونسخنها كويس، وننزل بشوية زيت كويسين كده، حوالي ربع كوباية حلوة كده. مش تحطي معلقتين 3 زيت، لا، الكبدة بتتعمل بالزيت، ما بتتعملش بالسمن، وكمان مش بتتعمل بالبصل، هي بتتعمل بالثوم. كبدة الشارع بتتعمل بالثوم، احنا هنعملها دلوقتي اهو وهتعجبكم جدا. هنزل بقى بالكبدة بتاعتي. الكبدة بتاعتي هتقولي للجزار يقطعها لك شاورما كده بالطريقة دي، او تجيبيها بانيه وتقطعيها بالسكينة رفيع جدا. هنزل بنفس البهارات اللي انا حطيتها، وهكتب لكم البهارات على الشاشة. والكبدة بتاعت الفراخ علشان بتبقى ليها ريحة وما بتتغسلش. كبدة اللحمة ما بتتغسلش. هتقطعيها كويس كده وتنزلي عليها بمعلقة من الثوم والبهارات بتاعتنا، وهتشوحيها كده بالطريقة دي. شوفوا ما شاء الله لما ادت صدمة معانا ما لزقتش وما اتهرتش معاكم. هنزل بقى بالفلفل الالوان بتاعنا وهقلب كويس جدا. حابه تحطي
قرن شطة كده عشان السبايسي، او تحطي معلقة هريسة شطة، دي حاجة ترجع لك برضه. كل ده على نار هادية خالص. كبدة الفراخ انا حطيت لها نص كوباية من المية ومهديه عليها النار، وهوريكم برضك كل حاجة، ما قطعتش من الفيديو اي حاجة. الفيديو طويل شوية بس معلش، انا بوريكم التكات والحركات اللي فيها. عصرت برضك نفس نص عصرة ليمونة ومعلقتين 3 كده من الخل. بهارات لحمة على الكبدة كده، او اي بهارات عندك موجودة، او بهارات كبدة هتلاقيها عند العطار. حطي جميع البهارات اللي تعجبك، بس اهم حاجة كتري الكمون والكزبرة الناشفة، بتبقى جميلة جدا في قلب الكبدة وبتديها ريحة جميلة. والله والله ريحتها روعة. تعمليها سندوتشات زي سندوتشات الشارع مع شوية طحينة كده حلوين بتعمليهم، وشوية سلطة خضراء، او ممكن تعملي مكرونة وسلطة طحينة وسلطة خضراء، وتحمري شوية بطاطس كده، والف هنا على قلبك. بعد طبعا ما استوت خالص وتعرفي انها استوت، شوفوا الزيت بقى بيعمل على الوش كده، فتلاقيها استوت وما شاء الله. وانت طبعا شاطرة وعارفة انها كانت استوت ولا لا. دي تكاتي وحركاتي في الكبدة، كانت الكبدة البلدي او كبدة الفراخ. كبدة الفراخ بتروحي تسلقيها، تنزلي الفايدة اللي فيها كده في المية، وترجعي عشان تضيعي الزفارة. لا، اعصري عصرة ليمونة و4 معالق من الخل، هتضيع منك الزفارة خالص. ورش عليها شوية بهارات في الاول كده تصفي ميتها، وهتديكي احلى طعم. يلا ندوق معاكم. انا مش هغرف بقى في اطباق وبتاع، لا انا جايبه لكم الصينيتين اهون، كنت موطيه عليهم لغايه لما استووا. ما شاء الله طعمها والله يا جماعه حاجه كده مفيش. تسلم ايدك يا لولو، شوفوا الجمال، حاجه كده روعه. بألف هنا على قلبكم يا حبايبي. وادي كبده الفراخ بتاعتنا. بصراحه انا بحب كبده الفراخ عن كبده اللحمه، عفوا الكبده البلدي، بحس انها طعمها حلو كده. بس ما شاء الله في اللي بياكل كده وبياكل كده، فعملنا الاتنين ورضينا الطرفين. شوفوا الجمال بيتكلم على نفسه ازاي. وده كان فيديو النهارده يا حبايب قلبي. ما تنسوش دعم القناه بلايك واشتراك ودعوه حلوه عشان انزل لكم كل يوم فيديو جديد. وده فيديو النهارده، واشوف وشكم على خير ان شاء الله فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى متابعين. لايكات كتير وشير كتير لكل حبايبكم واصدقائكم. سلام.